بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الجمركي عوير رشيد، كنت أعمل بمفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، ومنذ التحاقي بصفوف الجمارك عزمت على العمل بكل روح وطنية دون توان خدمة للوطن، فكان لزاما علي أن أحافظ على المال العام والاقتصاد الوطني الذي هو رقي الوطن وعماده. أرسلت في مهمة يوم 20 أبريل 2011 إلى مصنع البرمة الواقع بالحدود التونسية، والذي تتم من خلاله تصدير كميات الغاز إلى تونس، وبالضبط للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وعند التحاقي ومكوثي هنا بمصنع البرمة لاحظت أن هذا المصنع قد تخلت عليه الرقابة الجمركية طبقا للمواد 165 إلى المادة 172 فيما يخص من قانون الجمارك فيما يخص المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية. وعند كتابتي لملاحظاتي أعددت تقريرا مفصلا وأرسلته إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود الشيب محمد تقريرا مفصلا حول وضعية البرمة الذي تخلت عليه الرقابة الحقيقية لمدة تفوق 6 أشهر. فكان رد رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك بوزبير عبد المجيد عكسيا تماما، فصدروا في حقي فمارسوا في حقي كل الضغوطات الإدارية والنفسية، وهذا على خلفية كشف الممارسات اللاقانونية، وهي تخلي مصالح الجمارك عن المراقبة الحقيقية لمصنع البرمة. نزلت المفتشية العامة المالية إلى حاسي مسعود ومصنع البرمة لتحقيق ميداني، ووقفت على حقيقة ما كتبت في التقرير الخاص بمصنع البرمة. وقد أقر المدير العام للجمارك عبد بودربالة هذا التخلي والتقصير والإهمال الواضح من طرف أعوان الجمارك، وقد أكد انعدام الوجود الجسماني، وكذلك إمضاء الأعوان على الكشوفات على بياض، وكذلك أقر بأن آلات القياس غير مطابقة لسياسة الجودة العالمية. ومن خلال كل هذه القضية كنت في حقيقة الأمر كنت أنتظر تهنئة على الأقل من طرف المدير العام للجمارك، إلا أنه كان عكس ذلك، حيث أصدر في حقي قرار تحويل خارجي إلى مفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي، بالرغم أنني عضو بالفرع النقابي بحاسي مسعود وتحت حصانة القانون 90/14، والذي يمنع أي قرار العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية مهما كان نوعها على أي عضو بالهيكل النقابي. أعددت طعنا وأرسلته إلى المدير العام للجمارك، وكذلك التحقت بالمديرية العامة لأستفسر حول هذا القرار، فاتصلت بمدير الإدارة العامة جزولي بجلطية، فقال لي بالحرف الواحد: أنت باربو درت لنا الزوبعة في حاسي مسعود، لازم تشد الظل، لازم نبعدوك على حاسي مسعود. حينها قلت له: هل هذه تهنئة على ما قمت به من عمل شجاع لكشف الممارسات اللاقانونية؟ فقال لي بالحرف الواحد: هذه هي. عددت طعن وارسلته إلى المدير العام للجمارك حول هذا القرار، ليفاجأ بعدها بقرار توقيفه عن العمل الذي صدر في 17 نوفمبر 2011. بعد 2.5 أو 3 أشهر من هذا القرار لم أتلقى أي استدعاء أو رد من طرف المديرية العامة. حينها عددت شكوى وأرسلتها إلى رئيس الجمهورية، وبالضبط يوم 1 فبراير 2012، وأرسلته كذلك إلى الوزير الأول ووزير المالية ووزير العدل، وكذلك أعطيت الملف إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد شخصيا عبد المالك السايح. إلا بعد هذه المدة، بعد أكثر من 5 أشهر إلى حد الآن، لم أتلقى أي رد من أي سلطة أو أي إدارة. من خلال هذه الرسالة أوجه رسالتي وأناشد رئيس الجمهورية للتدخل، لأنني كجمركي ووطني لبيت نداء الوطن ونداءه لمكافحة الفساد حينما قال
كافح الفساد في كنف الطمأنينة وضعين الثقة في دولة العدالة المستقلة، إلا أنني اليوم أرى نفسي إلا أنا الضحية في هذه القضية كاملة. بعدها من هذا المنبر أناشد، من هذه الرسالة أناشد رئيس الجمهورية للتدخل في رد الاعتبار وكذلك رد كل الحقوق المعنوية والمادية. والسلام عليكم ورحمة الله.